بليز الناس اللي زهقت وحاولت كتير قوي وخلاص كانت بدأت تفكر في حل التكميم، حاولوا تنسوا كل المحاولات اللي قبل كده والدايتس اللي انتوا قبل كده عملتوها. انا عارفه ان الموضوع قد ايه ممكن يكون محبط، بس احنا ما جربناش ان احنا نغير من المايند سيت بتاعنا واللايف ستايل بتاعتنا اللي ده كان المفروض اساسها ان احنا نبدا بيها، مش ان احنا نخش على الدايت على طول. حاولوا ان انتوا تقسموا وجباتكم وتاكلوا كل حاجه بس بكميات مقننه. حاولوا ان انتوا تاخدوا 5 وجبات في خلال 12 ساعه، 3 وجبات اساسيه و2 سناكس، كل وجبه ما بينها 3 ساعات على الاقل. حاولوا تشربوا ميه كويس جدا، اشربوا كوبايه ميه قبل وبعد الاكل. حركوا على قد ما تقدروا 3 شهور من غير ما توزنوا خالص عشان ما تحبطوش، واكيد النتيجه بعد كده بالنسبه لكم هتبقى مرضيه جدا. حاولوا ان انتوا تطبقوا كونسبت المودريشن في اللايف ستايل بتاعكم في كل حاجه او في كل اسبكت من اسبكتس الحياه، اولها الاكل. واحنا عايزين نخس، بلاش نروح للحلول اللي ملهاش رجعه تاني. استنونا الفيديو الجاي هنتكلم عن تاثير ادويه التخسيس على الحرق.